عايزه تفطمي ابنك او بنتك؟ عندنا 3 في المنيو: فطام ليلي، فطام تدريجي، فطام مفاجئ. ايه رايكم تاخدوا انهي واحده؟ وفي اوفر 3 مع بعض. بصوا يا جماعه، الكلام ده هزار، الكلام ده اللي احنا بنعمله ده هزار. عايزين نسمع كلام صح من حد علمي، استشاره ضاعه طبيعيه، يقول لك احسن طريقه للفطام. طيب احسن حاجه في الفطام التدريجي ده، علشان الطفل ما يتفطمش على طول مره واحده فيحصل له اي مشاكل ويبقى متوتر ونبقى عندنا خناق. بس برضه تبقي مؤهله نفسيا ان ما فيش طفل بيتفطم هيبقى سعيد، هنبقى في شويه زمزقه كده. الفطام التدريجي ده ان انا بقلل عدد الرضعات تدريجيا، طبعا على حسب هو بياخد رضعه قد ايه، بس المفروض تقريبا الطفل اللي هيكمل 2 وبيرضع غالبا بيرضع من 4 ل5 رضعات في اليوم، فممكن نقلل رضعه كل 4-5 ايام. وانا بفطم ما اعرضش الرضاعه، يعني لو انا عارفه ان ده ميعاد الرضعه وهو ناسي ما اعرضهاش، لو الطفل ما طلبش الرضاعه ما اعرضهاش عليه. ممكن كمان ان انا ابتدي اقلل مده الرضعه، يعني لو انا ابني متعود ان هو بيقعد يرضع ربع ساعه اخليها تقل تدريجيا، 13 دقيقه 12 دقيقه بقينا 10 دقائق. وانا بفطم ابني يفضل ان احنا يبقى بالنهار ويبقى فيه تشتيت ليه، بيلعب خارجين، ما نبقاش قاعدين وشنا في وش بعض وبنتخانق. حكايه بقى الفطام الليلي، انا ضد الفطام الليلي تماما، حتى الاطفال اللي بنعمل لهم تدريب نوم، لان بعد الشهر السادس دي بتختلف من طفل للتاني. في طفل ما بيحتاجش رضاعه بالليل، وفي طفل بيحتاج رضاعه مره او مرتين بالليل. احنا بننظم نوم الطفل ونشوف هو من انهي واحد فيهم. يعني الطفل اللي رضعته طول النهار بعافيه وبياكل بالعافيه، مش هاجي افطمه من المرتين اللي بيرضعهم بالليل، انما يقدر ينام من 5 ل6 ساعات بالليل ويصحى يرضع وينام تاني.